النجمة الجميلة اللي معايا دلوقتي الحقيقة منورة المهرجان من لحظة وصولها، هي رمز للجمال وللشقاوة ولخفة الدم المصرية. دنيا عبد العزيز، بقول لك منورة العراق ومنورة مهرجان بغداد السينمائي. ميرسي، منورة بأهلها، متشكرة جدا. ربنا يخليك، واللون الأخضر ده عاجبني جدا. ميرسي، ربنا يخليك، رمز متشكرة. الخير والجمال والعطاء. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعدين الخضرة والنخل وبغداد، فحاجات كتيرة قوي يعني. يعني النهارده احنا في عرس سينمائي جديد في الوطن العربي وبالتحديد في العراق وبغداد. احساسك ايه بقى كفنانة؟ اكيد بتفرحي لكل حدث فني وخاصة سينمائي على ارض اي مكان من الوطن العربي. أكيد طبعا. أول ما عرفت عن مهرجان بغداد وإن دي دورته الأولى اتبسطت جدا جدا، و يعني كنت مبسوطة إن أنا هبقى موجودة الحقيقة، لأن أنا أحب أبقى موجودة وأشارك في الدورة الأولى كمان. حاجة بتطلع قدامنا. تسجل للتاريخ كمان. طبعا أكيد. فأنا مبسوطة جدا ليهم ومبسوطة بالمهرجان، وإن شاء الله يستمر دورات كتيرة جدا ويبقى فيه ازدهار للبلد، لأن العراق وبغداد بلد عريقة وكبيرة ومهمة، وأنا متشرفة إن أنا موجودة معاهم الحقيقة. ويكون في اعمال بقى عراقية تشاركي فيها وخاصة لو باللهجة العراقية. بالظبط. انت عارف انا بحب اللهجه العراقي جدا، ومستمتعه وانا في البلد ان انا بسمع اللهجه العراقي طول الوقت يعني. اكتر كلمة شدتك كده؟ لا، كل كلامهم الحقيقه، يعني انا بحب كل كلامهم ولكنتهم وطريقتهم وكده يعني. احنا بنحتفل طبعا بعيد ميلاد برنامج هوليود الشرق ال11، فعايزين كلمة بقى من النجمة الجميلة دنيا عبد العزيز. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما ناجحين ومتقدمين ودايما للاحسن ان شاء الله.